يعني شوي صعبة، راح نخبركم عن كل تفاصيلها، ولكن بالأول بدنا نستقبل صاحبة المبادرة نادية رشدي. أهلا بنادية، تفضلي. شو أخبارك نادية؟ ماشي الأمور؟ كل شيء تمام؟ كيف أحوالك؟ الحمد لله كويسة. عيالك؟ عندك أولاد؟ عندي بنت. بنت قديش عمرها؟ عندها 4 سنين. 4 سنين. نادية عندها قصة مع صديقتها فاطمة، أو بالأحرى بنت عمتها فاطمة. نادية كانت عايشة بنفس المنزل مع فاطمة، أي بمنزل فاطمة. فاطمة كانت متزوجة وعايشة مع زوجها ومبسوطين ومرتاحين، وإذ ما بعرف لعب الشيطان، زوجها يعجب بنادية، نادية تعجب بزوج فاطمة، بيتزوجها سرا في المنزل وبيخليها بالمنزل، وبتبقى هي وفاطمة وزوجها سنة والزوجة لا تعرف شيئا. بعد سنة اكتشفت الزوجة اللي اسمها فاطمة، اللي بتكون بنت عمتها، يعني هي بنت خالها لفاطمة، اكتشفت الأمر وعرفت انهم متزوجين لهم سنة. طبعا تشاجروا، طردتها من المنزل، وصار في قطيعة عمرها 7 سنوات. اليوم جاي نادية بعد ال7 سنوات، تعبها ضميرها، اشتاقت لبنت عمتها، جاي لحتى تحاول انه تصالحها وترجع العلاقة كما كانت، او بالاحرى يعني ترضى عنها بنت عمتها، يمكن ما ترجع العلاقة مثل ما كانت. نادية، موضوعك صعب. انا بشكرك انك جيتي لهون، هيدي شجاعة منك انك تجي تخبري قصتك، بس القصة فيها خيانة، انت بطلتها، وزوجها لفاطمة بطلها ايضا. على فكرة تزوجت او كانت مزوجة نادية لزوجها لفاطمة. شو اسمه زوجك؟ أنا جوزي كنت متجوزة قبل كده وطلقت وجوزت جوز بنت عمتي. ايه هذا اللي تزوجتيه شو اسمه؟ كان هشام. هشام. هشام رجع طلقها، هلا مطلق انت؟ طلقني، وبعدين لجأت لبنت عمتي عشان خاطر اقعد معاها فترة، وشالتني من على الأرض شين. رحت لها عشان خاطر انا كنت متخانقة مع أهلي مشاكل. اسمعي، مش عم تفهميني، احسن ما نضيع المشاهدين. هيدي الموضوع الزواج السابق شو بدنا فيه؟ أيوة. انت تزوجتي هشام. ايوه. هلا هشام طلقك، مش كده؟ ايوه. هلا انت وين؟ انا مطلقة وقاعدة ببيت اهلي. قاعدة ببيت اهلي. هلا انت جيتي، شو بدك من فاطمة؟ عايزة ايه منها؟ عايزة اصالحها. جيت حاولت اصالحها كتير، ما رضيتش، وحاولت اتصل بيها غيرت كذا خط عشان خاطر اصالحها، برضه ما رضيتش. وانا جايه عشان خاطر اتاسف لها واعتذر لها باللي انا عملته، علشان خاطر انا ندمانه وطلع مش كويس. ندمت ان انا خسرت بنت عمتي عشان خاطر واحد فرق ما بيني وبين اختي وبنت عمتي. فانا جايه اعتذر لها قدام الناس. يعني كيف تصرفتي هيك مع بنت عمتك؟ يعني انت يعني اوكي دخل الشيطان، بس بنت عمتك حضنتك بعد طلاقك الاول، وسكنتي معاها واهتمت فيكي وكانت كتير كويسه يعني معاكي، مش هيك؟ ايوه كانت كويسه وكانت شايلاني على الارض شيل. نعم. بس انا ندمانه اللي حصل. بس غصب عني، يعني كانت بتسيبني مده، يعني انا وهو كان بيحاول يكلمني، وقع ما بيني وما بينها، بس انا ما كنتش قصدي ان انا اجرحها، او كان قصدي ان انا اخونها. بس وتزوجتوا بالسر عنها؟ جوزنا في السر، قعدنا سنه متجوزين في السر، وقاعدين بنفس المنزل، قعدنا في نفس البيت من غير ما هي تعرف. فحاول شكت ما بيني وما بينه ان انا في حاجه بيني وبينه، فسابت البيت، سابته ومشي. فاحنا فضلت مستمره معاه في السنه، فضلت مستمره معاه، بس شفت بني ادم تاني، وهي خسرتني وانا خسرتها ومشي. كان عندها اولاد هي؟ ايوه كان عندها ولد وبنت. ولد وبنت. اخذتهم معاها؟ اخذتهم معاها. سابت البيت ومشيت، وانا فضلت معاه. فضلتي معاه؟ هلا خلفتي منه ولا كان عندك بنت؟ لا انا ما كانش عندي بنات، انا مخلفه منه الطفله اللي معايا منه. بس ندمت. ليش يعني طلقتي انت وياه؟ انا اتطلقت منه هو علشان خاطر هو مش كويس. هي كانت مستحملاه، كانت عايشه معاه على الحلو وعلى المره، وكانت مستحملاه. بس انا ما استحملتوش. انا قعدت معاه سنه ما استحملتش، طلع مش كويس وطلع بيشرب، طلع بيعمل حاجات كتير. يا ستي طيب، انا بتوقع انه تكون ردة فعلها عنيفة جدا،
لانه مش هتغفر لك الشيء اللي حصل. يا رب تسامحني عشان خاطر انا ان بجد شاء الله، محتاجه أنا ان ان شاء الله ان شاء الله يعني بتامل انه تقدر تسامحك، بس خطيئتك كبيره. ايوه عارفه. يعني فيها اكثر من خيانه، فيها اكثر من خيانه، مش رح اقول لك شو، بس فيها اكثر من خيانه. على كل حال نحن وجهنا الدعوه لفاطمه، رح تجي فاطمه يمكن، خلينا نشوف اذا وافقت. اهلا استاذ جورج، احنا دلوقتي رايحين المقطم عشان نسلم دعوه الحضور لاستاذه فاطمه جمعه. ايوه مساء الخير. في النور يا فندم. حضرتك استاذه فاطمه جمعه؟ يا فندم. عندك 29 سنه مظبوط؟ مظبوط. طيب انا اسماء سعيد من برنامج استاذ جورج كرداحي، جاي اوصل لحضرتك دعوه لحضور البرنامج معانا. استاذ جورج؟ ايوه. طب وهو عارف يعني عنواني منين او عرفني منين؟ حضرتك كل بياناتك عندنا عند فريق الاعداد، وهو هيكلم حضرتك وحضرتك ممكن تستفسري منه عن اي حاجه عايزه تعرفيها. طب هو البرنامج يعني عن ايه بالظبط؟ البرنامج احنا فيه بنختار بعض الشخصيات عشان يكونوا موجودين معانا في البرنامج، حضرتك من ضمن الشخصيات دي. حضرتك قبلت الدعوه؟ اكيد طبعا، هو حد يرفض طلب استاذ جورج بس؟ ميرسي. ماشي اوكي يا استاذ فندم. جورج، استاذه فاطمه قبلت الدعوه جايه ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي. باذن الله. باي باي يا فندم. القصة اللي معنا فيها خيانة كتير. في معنا نادية اجت بدها تصالح بنت عمتها بعد ما افترقوا لهم 7 سنوات، لأنه نادية كانت عايشة مع فاطمة بنفس المنزل. فاطمة كانت متزوجة، بقى صار في علاقة بين زوجها لفاطمة ونادية، وتزوجوا بالسر عن فاطمة. بقى القصة هلأ اني بتفهموها أكثر، يعني اللي ما تبعنا بالأول هلأ بفهمها من الضيف الآخر اللي اسمه فاطمة. فاطمة موجودة الآن في الخارج تنتظر إشارة، بدنا ندعوها لفاطمة. خليها تفضل. أهلا بفاطمة. اهلا وسهلا. أهلا يا فاطمة، كيفك حبيبتي؟ تفضلي تفضلي يا فاطمة. شكرا. أنا أول شيء بدي أشكرك على تعليقك لما أخذت الدعوة. ميرسي، ربنا قلتي إنه مش يخليك. قادرة إلا بدك تيجي. طبعا اكيد. ما سألتي شوفي، ما سألتي. أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا حضرتك. طمنيني عن أوضاعك، عن أخبارك. طب سوري، ينفع اقعد وحضرتك واقف؟ يعني مش قادره. ايه؟ لا بقعد أنا، خليك. رح أقعد. هنا رح بقعد. قاعديني هنا هيك كويس. تمام. يلا يا فطوم، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. نحكي هيك بالمباشر. شو عندك ولاد؟ عندي ولد وبنت. قديش حنين عمرهم؟ وعيد. حنين 6 سنين وعيد 1.5 سنة. ما شاء الله، 1.5 سنة. الحمد لله. قديش إلك أنت منفصلة عن زوجك؟ لا هو انا كنت متجوزه ومنفصله بقالي 6 سنين، بس اتجوزت تاني بقالي 3 سنين يمكن. طيب بس انت عندك حنين من اول زواج؟ يا فندم. ايوه. وعيد من الثاني؟ الله يخليهم. ربنا يخليك. مبسوطه انت، واضح انك منوره. طبعا اكيد حد يشوف حضرتك مش هينور. الله يخليكي. لا انا اتشرفت بدعوه حضرتك والله. تسلم يا حبيبه قلبي. ليكي انا دعوتك بس بناء على طلب شخص اخر، هو حب يدعيكي. شخص تاني؟ ايه من حضرتك يعني؟ انا واسطه. تمام. واسطه خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وبدي اياكي تضلك مبتسمي مهما كان الحال. ان شاء الله باذن الله. بقدر اطلب منك هالشيء؟ اكيد انا هشوف حضرتك. ايا تكن المفاجاه، بدي اياكي تضلي مبتسمي. حضرتك وترتني كده ايا تكن المفاجاه. ما تزعليش وما تزعليش مني. لا اكيد ان شاء الله باذن الله. طب بتطلعي بالشاشه بتشوفي مين دعاكي.
بص يا استاذ جورج، لولا احترامي لحضرتك انا ما كنتش قعدت في المكان ده. بدك تضلك بتبتسمي. معلش يا استاذ جورج، انا متاسفه لحضرتك. انا متاسف فاطمه، لا وانا من خلالك انت بدي اتاسف، لانه في ناس بفاجئهم احيانا مفاجآت غير ساره. أنا مش هقدر يا استاذ جورج اقعد اكتر من كده. انا متاسفه لحضرتك. انت ضيفتي انا فاطمه. كفايه ان انا فرحانه. انت فرحانه؟ ان هتبقي انا فرحانه. قابلتك بس. ليكي فطوم، نحن عرفنا القصه. لا يا استاذ جورج، حضرتك مش حاسس باللي انا فيه. لا ما خلاص صار وراكي ده، ما صارش وراكي. ما شاء الله صار عندك زوج جديد وعندك ولد جديد، عندك عيد وخلاص ذاك الماضي. هيدي الست بس لخبرك قصتها. اسمعني يا استاذ جورج. نعم. انا ابني دلوقتي عامل عمليه على فكره، عنده تضخم على الكلى. هو فوق معايا وجايباه وعامل عمليه. عيد؟ ومركب خراطيم. انا لو عارف ان حضرتك دايني عشان خاطر انا ما كنتش كده. والله طيب خلص ما تبكي مش هنتاخر عليكي خلص. ليكي بس رفعا لاي عتب بعتت لك رساله راح بقرا لك اياها. يا ام عيد، بعتت لك هالرساله اسمعيها وبعدين انت تصرفي. انا مش حاقصرك اكثر، وانا انبسطت فرحت اني شفتك. وبتقلك اختي الغاليه فاطمه، ما عنديش كلام كتير قوله، بصراحه مش عارفه اودي وشي منك فين. فتحتي لي بيتك وقت ما احتجتلك، وقفتي جنبي لما ما حدش وقف جنبي، وانا ما صنتكيش بعد كل ده. انا عارفه انك شايله مني عشان خربتلك بيتك، بس الحمد لله ربنا عوضك، فتحتي بيت تاني، واللي انا اخذته منك راح، وبيتي انا هو اللي اتخرب. اللي جرالي ده عشان انا ظلمتك، وانا راضيه بيه كله، وراضيه باي حاجه تطلبيها مني، بس عايزه منك حاجه واحده، وحياه الايام الحلوه اللي قضيناها سوا، وبحق العيش والملح خلينا نرجع اصحاب وحبايب زي زمان، عشان انت وحشاني ونفسي تسامحيني والمسامح كريم. بكل بساطه ومن دون ما نلف وندور، القصه بنعرفها كلها. تسمعني يا استاذ والست اللي عملته معاكي. بتسمعني؟ ايه اتفضل. هو كلام جميل، بس دي ممثله بريئه على فكره. خلاص دي يعني لا، دي قمه في الاقناع. يعني انا مش هقدر اقول لحضرتك. انا ما اقنعتني. لا بس على فكره هو اللي كسر عمره ما يتصلح. اصلي هي انا مش قصه راجل، يعني القصه معايا مش قصه راجل. انت انا مش بعتبرك اختي، انت فعلا اختي. ليه طيب؟ ليه هدمتي بيتي وخليتي دلوقتي معايا طفله من الاولاني عايشه من غير اب، يعني يعتبر يتيمه وهي عايشه. ما بتشوفش برضك. ما بتشوف بيا؟ لا 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 ما بتشوف. لا، ولا هو يسأل عن. مش هينفع، لان دي من دمي. ازاي يعني من دمي مصحي مصحي دموعك خلص. ايه مش هينفع. شو اللي مش هينفع؟ اللي اتكسر عمره بيتصلح، بيرجع زي ما كان. انا مش هضغط عليكي ابدا من البدايه. في حاجه بترجع زي ما كانت. هي جايه تطلب منك السماح، مستعده انت انا مش تسامحيها؟ عرفني ان هي بتمثل، يعني ان طيب هي جايه. تفضلي ناديه، احكي لها يا فاطمه موجوده، خمتيها وطعنتيها بظهرها، وتفضلي احكي لها. وهي الست قلبها طيب بين واضح. شرفي. معلش يا فاطمه، انا اسف. انا جيت لي قدام الناس عشان اصالحك. معلش. شو معلش؟ انا عارفه ان انا خسرت. خربتي لها بيتها. معلش. بس هو والله هو اللي عمل فرق بيني وما بينك، وانت مش بنت عمتي بس. لا الراجل بصي طبيعته عينيه زيغه، لكن انت ليه؟ انا كان نفسي من زمان اشوفك. انت بتوحشيني، بس بتوحشيني البني ادمه اللي انا كنت عايشه معاها قبل كده، مش البني ادمه اللي وجعتني. انا جوايا وجع كبير وربنا ما قادره. لا والله يا استاذ جورج، انا لولا ان انا هيك عليا ما تزعليش. لا عمهلي معلش فاطمه، انا قلبي وجعني يا استاذ جورج بالله عليك. لا روقي شويه يا شيخه، روقي شويه. طب ممكن بق ميه؟ بق ميه، جيبوا لنا ميه اذا بتريدوا. يلا بق ميه هلا جيبوا لي. احكي يا فاطمه يا ناديه. يا فاطمه انا اسفه، بس هو اللي فرق بيني وبينك، وهو طلع مش كويس. للاسف خسرتك عشانه،
يعني لو طلع كويس كنت بعدك عايشه معاه وانا لا، يعني وهي طلقت طلقت وراحت. لا هي لو كانت كملت معايا يا استاذ جورج ما كانتش قالت كده. بس عارف، صدقني. انا بشكرك يا ناديه. عارفه بشكرك ليه؟ لان انت طلعتيني من الوحل اللي انا كنت فيه. انا دلوقتي عايشه حياه كويسه وربنا عوض عليا خير. عارفه ليه؟ عشان ما افتريتش. انا معلش. ما افتريتش عليكي ولا عليه. انت لما دعيتيني وقلت انا دلوقتي زعلانه وعايزه بيت ومحتاجه بيت، ما استكترتش عليكي بيتي. ليه تعملي كده يا استاذ جورج؟ ده انا كنت بروح الشغل واسيبهم عادي. انا واثقه ان هي اختي من دمي، عمرها ما نعم. تعمل حاجه. سيبك بس- منه، هو يعتبر غريب. هو اي نعم جوزي بس نعم. مش من دمي. ما كناش انا وهو مثلا من زمان وقعدنا مع بعض من زمان، لا دي عشره اكتر. 29 أكيد، سنه دلوقتي. أكيد. بنت هو كان عمتك. مثلا حوالي 3 سنين عشتها معاه. فانهي العشره على قد الحب اللي انا كنت بحبه لها، على قد الوجع. وسقتي معلش. فيها. انا موجوعه. انا ما حدش هيحس باللي انا فيه ده. كل الناس قالت لي ما تدخلهاش بيتك، مش هتنفع، ما تقعدهاش معاك. اقول لهم لا، ده اختي. انا كنت فاكره ان ده كله في الافلام والتمثيليات اللي نعم. بيحصل. نعم. لكن ان انا اعيش الواقع ده نعم. مش قادره اقول لك. ده ما بقتش خلاني عندي ثقه في حد خالص. انا مش عارفه اثق في حد، مش عارفه اعيش اتاقلم. انا حتى جيراني دلوقتي ما بحبش اصاحب حد ولا حتى ادخل حتى اي حد عندي. علمتي. اتعلمت. ده انا اتضربت بالكرباج. اقوى من الكرباج. درس كبير وقوي. طب قول لي بقى ازاي دلوقتي اتعامل معاها؟ يا استاذ جورج. هقول لك قول لي هقول يا لك أستاذ ازاي. جورج. هتلاقي حل عند حضرتك يعني؟ ايه، عندي حل. هلا اجت اعتذرت منك واجت قالت لك تسامحيني، وقفت قدام الملايين وطلبت السماح، وهي يعني هلا امام الملايين بهدلت نفسها، فضحت نفسها عشان تكفر عن ذنبها وتعتذر منك. حقك عليا، ما زعليش. لحظه خلاص. لحظه يا ناديه، انت مالكش حق تحكي بقى، خلاص. انت بقى بس فقط اذا كان انت قلبك كبير وبعدها بتعني لك شيء باعتبار في دم بينك وبينها، والماضي مضى وانت تزوجتي والله يوفقك بزواجك ومعك رجل كويس. الحمد بتحبيه. لله نحمد. بقى فيك تقولي لي انا سامحتك والماضي ونعفو عن الماضي ونخلص. ودخلها لأنه بيتي هذا- تاني؟ انت هذا البرنامج ادخلها بيتي تاني يا استاذ لا جورج؟ لا ما تدخليها، ما تدخليها ولا تعرفيها على زوجك. على فكره انت عملت ولا فيا تعرفيها على خير. زوجك الحابه التاني. انا اقول لك حاجه، انت عملت فيا خير ما عملتيش فيا شر. ان انا دلوقتي الحمد لله عايشه احسن منك، وربنا وقعك في شر اعمالك ان انت قعدتي معايا، وانتوا تستاهلوا بعض اصلا. انتوا ما كنتوا انتوا اللي تنفعوا لبعض، لكن انا ما ينفعش معايا. حقك عليا. طب انا جايه لك ما قدام الناس ينفعش. كلها، قدام استاذ جورج، ما ينفعش سامحيني. معايا. معلش انا ما اسف. ينفعش يا استاذ جورج، صدقني. انت ليكي ما حدا غيرك بيقرر فاطمه. استاذ جورج على فكره انا ابني فوق تعبان والله. حبيبتي لا، أنا ما بدي سايباه اخري، ما بدي اخرك يا بس فاطمة. يمكن انا لو سامحتها نعم. ربنا يشفي ويعفو عني. الله يبارك فيك. يعني الله بخلاف يبارك ان انا فيك كبير يعني. حضرتك، يعني حقك كفايه ان عليا. انا شفت حضرتك الله وان هي يخليك. وصلتني بحضرتك. والله ان الله انا يخليك. نفسي من زمان بجد. والله انا شرفتيني يمكن بزيادة. ربنا يعفو عني ابني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، والله يشفيه يا رب. وسلامة قلبه بعده سنة يا ونص رب. عمره. اه سلامة قلبه. عنده تضخم في الكلى. لا ان شاء الله ان شاء الله يا ان شاء رب. الله الاطباء بيعالجوه يا رب وبعناية الله ان شاء الله يا بيشفى رب ان يا شاء الله. استاذ جورج يا رب. بركي اذا سامحتيها كمان بيساعد هالشيء. يمكن. ايه رايك؟ طلعي فيها لشوف، قولي لها. انا سامحتك يا ناديه، يمكن ربنا يعفو عن ابني وعشان خاطر استاذ جورج برضه. برافو. حقك عليا، ما زعليش. خلص سلم عليكي خلاص. تعال. يلا كلها وحشتيني. طيب نادية، ليكي فاطمة، أنا بعتقد نادية كمان تعلمت درس.
ان شاء الله. ودرس قاسي بالنسبه لها كمان. ان شاء الله. وهلا اليوم انت بانك سمحتيها علمتيها درس اكبر. الحمد لله. علمتيها درس اكبر بالاخلاق، بالمحبه وبالعاطفه وبكبر الروح والقلب.